السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس العاشر من شرح برنامج مايكروسوفت اكسل للمستوى الأول. الدرس العاشر هيكون بعنوان طرق العرض المخصصة. كتير من الناس بتستخدم برنامج مايكروسوفت اكسل عشان خاطر تعرض بيانات المبيعات خاصة بالشهور والسنين وكده. هناخد مثال النهاردة عن طرق العرض المخصصة لو انت عندك مبيعات شهر يناير لحد شهر جون، يعني بما يمثل الكوارتر الاولاني والكوارتر الثاني من مبيعات السنه. لو انت حابب تعرض مثلا تضغط على زر يعرض لك مبيعات الكوارتر الاولاني بس، وتضغط على زر تاني يعرض لك مبيعات الكوارتر الثاني، وتضغط على زر يعرض لك مبيعات السنه كلها او السمستر كله. يعني طبعا بدل ما تقعد تعمل اخفاء والقصه دي، لا، مايكروسوفت اكسل عامل لك طريقه عرض مخصصه تقدر من خلالها تعمل القصه دي بسهوله. خلينا نتعرف عليها مع بعض. اول حاجه انا بشوف انا محتاج اعرض ايه. هنسمي مثلا الصوره اللي قدامنا دي او الصفحه اللي قدام دي ظاهر فيها مبيعات شهر يناير وفبراير ومارس وابريل ومايو ويونيو. الثلاث شهور الاولانيين بيمثلوا الكوارتر الاول، والثلاث شهور التانيين بيمثلوا الكوارتر الثاني. هنسمي طريقه العرض دي نورمال. علشان نعمل اضافه ليها بنيجي على تاب فيو او عرض، بنعمل طرق عرض مخصصه او كاستم فيو، بضغط عليها وبقوم عامل اضافه. بيقول لي هتسمي طريقه العرض دي ايه؟ هسميها مثلا النصف الاول من العام. احنا بنسميها سمستر، وهم قايل لي موافق. دي كده طريقه عرض. طريقه عرض الثانيه يعني حابب اعرض الكوارتر الاولاني فقط، هاجي على الكوارتر الثاني واعمل اخفاء، وهم قايل له في تابت فيو طرق عرض مخصصه، وهم قايل له اضافه. هنسمي ده كوارتر واحد. كوارتر واحد. طيب حابب اظهر الكوارتر الثاني، هعمل اظهار واخفي الكوارتر الاولاني، وهم عايل له اضافه كوارتر 2. خلينا نجرب دلوقتي ونشوف لو انا حابب استخدم الفيتشرز ديت هستخدمها ازاي بعد ما عملت اضافه لطرق العرض بتاعتي. باجي على تابت فيو على مجموعه طرق عرض المصنفات او الكاستم، بختار طرق عرض مخصصه دي او كاستم فيو، بضغط عليها. بيقول لي اختار انت حابب تعرض اهني بيانات. لو انا قلت له حابب اعرض بيانات النصف الاول من العام كلها، قوم قايل له اظهار، بلاقيه اظهر لي البيانات كلها. طب انا حابب الربع الاول فقط، اقول له اظهار، هلاقيه عمل لي لوحده هايد او اخفاء للنص الثاني واظهر لي فقط النص الاول. كذلك بالنسبه للنص او الكوارتر الثاني. طيب انا حابب اسهل على نفسي، مش كل مره هروح اعمل عرض لبيانات معينه، اضغط عرض وبعد كده طرق عرض مخصصه ويطلع لي مربع حوار اختار منه. طيب خلينا نعمل الطريقه دي بسهوله عن طريق ان احنا هنضيف جروب هنا، وطرق العرض دي هتطلع لي في شكل قائمه منسدله اختار منها على طول. طيب نعمل القصه دي ازاي؟ اتعلمناها في الدروس الاولانيه. لو تفتكر راجع معايا الدرس الاول او الدرس الثاني هتلاقيها ازاي. بنروح على ملف وخيارات، ونقول له تخصيص الشريط، ونختار من الاوامر الشائعه هنا الاوامر غير مدرجه بالشريط. وطبعا بيبقى مرتبه ابجدي، فهنا اسمها طرق عرض مخصصه. لاحظ معايا طرق عرض مخصصه هتلاقي فيها بعد منها او جنب منها علامه قائمه منسدله اللي انت هتختار منها. طيب لو عملت اضافه هنا، لو انت مذاكر الدروس الاولانيه هتعرف انه مش هيرضى. ليه مش هيرضى؟ لان احنا قلنا قبل كده ان مجموعه التابات دي والمجموعات دي بتبقى بيلت ان في برنامج مايكروسوفت اكسل، ما تقدرش تعدل عليها، لكن تقدر تضيف مجموعه جديده، وفي المجموعه دي تضيف بقى الزر اللي انت محتاجه. خلينا نعمل مجموعه جديده بدل ما نعمل تاب جديده، ونسمي المجموعه دي، خلينا نعمل لها اعاده تسميه ونسميها مثلا طرق العرض.
العرض ونغير شكلها، مثلا نختار مثلا كده الشكل بتاعها ده، ونقوم قايل له موافق، ونيجي عليها هنا كده ونختارها، ونقوم جايين على طرق عرض مخصصه ونقوم عاملين اضافه. لاحظ معايا المجموعه دي بقى تحت منها طرق عرض مخصصه، وقوم قايل له موافق. لو جيت هنا في الشريط الرئيسي في تابة عرض هلاقي مجموعة جديدة اسمها طرق العرض، أنا لسه مسميها دلوقتي، فيها زر اسمه طرق عرض مخصصة، أقدر من خلاله أختار شكل العرض بتاعي، سواء النص الأول كله، سواء ربع واحد، سواء ربع اتنين، بطريقة سهلة وبسيطة ومش معقدة زي إيه ما كنت بختار طرق عرض مخصصة ويطلع لي مربع الحوار اختار منه، هي بالظبط. والنقطة دي هتفيدك بقى لو انت عندك مبيعات كتير، يعني مثلا مبيعات السنة كلها، والمبيعات دي بتنقسم من مندوب للتاني او من كوارتر للتاني، تقدر تعمل ايه، تقدر تعمل اختيار بين المجموعات عن طريق دي. حتى انت كمان تقدر تعمل شهر واحد او شهر اتنين، ايا ما يكن شكل الداتا اللي انت حابب تظهرها. ده كده باختصار شديد كان الدرس العاشر. ان شاء الله نبدأ من الدرس الجاي نتكلم عن مبادئ المعادلات. بأكد عليك ان انت تجرب بإيدك وتذاكر الدروس اللي فاتت وتنتظر الدروس اللي جاية، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.